بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيف الدائم الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا دكتور حسن. أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين. دعونا مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل نذكر أننا في صدد استقبال مشاركاتكم واستفساراتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك شبكة سلام الإعلامية أو عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة. طيب، عودا على بدء دكتور حسن، تكلمنا في الحلقات الماضية عن الشباب في الإسلام ومكانتهم وأهميتهم وما لهم من فضل. دعنا اليوم نتطرق إلى صعيد آخر أو جانب آخر من جوانب هذه الأمة، ألا وهم النساء. ما هي مكانة المرأة أو مكانة النساء بشكل عام في الإسلام، وما هي مكانتها بين الشعوب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المرأة كائن مكرم كرمه الله تبارك وتعالى تحت قوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فالمرأة كائن من بني آدم، وهي من ذرية بني آدم، وخلقت من آدم عليه السلام. وهذه البعضية نالت من خلالها على كل عملية التكريم، والتكريم في الخلق وكذلك التكريم في التكليف. يعني الله تبارك وتعالى لم يجعل مثلا بعض العقائد وبعض الأديان أو بعض الأيديولوجيات بشكل عام قد تعمل على تدنيس وتنجيس المرأة، وتنظر إلى المرأة بأنها كائن نجس أو بأن المرأة كائن مدنس. وحتى هذا الكلام ليس فقط على مستوى الديانات التقليدية العادية الوضعية، لا، بل أحيانا في بعض أيضا الأفكار والأيديولوجيات الحديثة إلى وقت قريب تقريبا القرن السابع عشر الثامن عشر، أمثال مثلا جاك روسو، وهو من المفكرين الكبار الذين نظروا في الفكر القانوني، ومع ذلك كان ينظر إلى المرأة بأنها كائن مدنس، وكان ينظر إليها باحتقار. وأيضا ظلت عدد من الفلسفات الغربية تنظر إلى المرأة نظرة احتقار. إلى القرن التاسع عشر كانت المرأة لا تعني عندهم شيئا. وكذلك كان الوضع هنا في المشرق أيضا، كانت المرأة في ما قبل الإسلام في الجاهلية أيضا كانوا لا يعدونها شيئا، كما يقول عمر الخطاب رضي الله عنه. فكانوا ينظروا إلى المرأة أنها عبارة عن سلعة من السلع يتم تداولها ويتم توارثها ويتم حرمانها. كل ذلك على كل جزء من الفلسفات التي تناقض المبدأ الإسلامي الأصيل. وعندما أقول مبدأ الإسلامي لا أتحدث عن الإسلام باعتباره شريعة خاتمة اللي هو الدين المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه الديانة التي تنسب إلى السماء، باعتبار أن الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام. عبر التاريخ لا يمكن أن نجد ديانة منسوبة إلى السماء احتقرت المرأة، لأنه من اللحظة التي خلق الله تبارك وتعالى آدم وخلق منه حواء وقال لهما اهبطا إلى الأرض، من هذه اللحظة كان التكليف لكليهما، وكانت الشراكة للطرفين، وكان الاستخلاف للطرفين، وكان التمكين للطرفين. فلذلك النقطة الأولى التي ينبغي أن ينطلق منها تصورنا للمرأة في التصور الإسلامي هو في أصل الخلق، لأن إذا تصورنا المرأة في الخلق بشكل خاطئ فإننا تلقائيا سنتصورها بطبيعة الحال أيضا في الأحكام والتكاليف بشكل خاطئ. إذن هنالك مساواة فيما يتعلق بأصل الخلق. نعم.
الله تبارك وتعالى يتكلم عن زوجين، خلق الذكر والأنثى، خلق منها زوجها، فيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فالخلق هذا من هذين الجنسين المكرمين، فليس هنالك في هذا الأصل تدنيس بقدر ما هنالك تكريم، والتكريم للاثنين معا، تكريم لآدم وتكريم كذلك لحواء، على عكس ما كان يفعل الشعوب قديما، على عكس ما فعلته الشعوب بعد ذلك. نعم. لكن الأصل في البداية هذا هو، اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى، مع بعض يأتينكم مني هدى، فمن تبع هداي أو فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الخطاب منذ اللحظة الأولى هو خطاب للطرفين، والتكاليف مبنية على التكريم، ولقد كرمنا بني آدم. هذه مسألة مهمة جدا. يبنى على ذلك على كل وحدة التكليف، وحدة التكليف التكريم يبنى عليه كذلك وحدة التكليف، فكلا الطرفين مخاطبان بالتشريع الإسلامي المنزل من الله تبارك وتعالى. ولذلك القرآن الكريم لا يستثني إلا ضمن الحالة الخلقية للإنسان ذكرا كان أو أنثى، فبعض الأمور مبنية على القدرة وعلى الإرادة الخاصة ببنية الإنسان، فتكاليف معينة تحال إلى الرجل وتناط إلى الرجل باعتبار بنيته وخلقته، وتكاليف أخرى تتناسب مع المرأة وفق بنيتها وخلقتها. لكن في الأصل جميعا إن المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية المعروفة في سورة الأحزاب، والذاكرين، مختوم بقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لاحظ يمكن 10 أوصاف كلها جاءت بهذا الثنائي، إن المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذن تلاحظ هذا الخطاب خطاب هو للطرفين. نعم. إذن هذه مسألة مهمة جدا. هنالك طبعا نقطة مهمة جدا في التصور الإسلامي، وهي نقطة التكاليف بناء على الوظيفة لكل طرف. في وظائف محاطة للرجال، مناطة بالرجال، وفي وظائف أخرى مناطة للنساء. فمثلا ما يتعلق بالقضايا المبنية على القوة وعلى الشدة وعلى العنف كما يقال، اللي هي مثل قضايا الجهاد والقتال والحروب وكذا، مناطة بطبيعتها إلى الرجال. طيب قبل لا نبتعد بعيدا، تحدث عن العصور الماضية. حديثا هل مكانة المرأة تقل أهمية عن مكانة الرجل، أم هم في حد سواء؟ هو قديما وحديثا ليست هنالك أي محاولة للتقليل من أي من الطرفين. في التصور الديني ليس هنالك تقليل لا من شأن المرأة ولا من شأن الرجل، ولكن هنالك هذا التكليف الوظيفي الذي ذكرته فقط. هنالك قضايا تتناسب مع المرأة فتكلف بها، نعم. وهنالك قضايا تتناسب مع الرجل فيكلف بها. ولكن في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لنا مبدأ عاما في هذا التكليف، بأن النساء شقائق الرجال. فكأنما يصور لك بأنك أنت عبارة عن شقين، لا يكتمل شق إلا بالشق شق الآخر. فالرجل لا يمكن أن يكتمل إلا بالمرأة، والمرأة لا يمكن أن تكتمل إلا بالرجل. الوظائف الذكورية لا يمكن أن تكتمل إلا بالوظائف الأنثوية، وكذلك العكس، المرأة لها وظائف معينة. هذا الجانب على كل أيضا مطلوب جدا. فيما يتعلق بالمساواة، طبعا هذا حديث كثير جدا. فهنالك مثلا لم تعرف البشرية ما عرفه الإسلام منذ 14 قرن. يعني أنا أتكلم الآن عن القرن السادس عشر والسابع إلى القرن العشرين، ظلت المرأة في أوروبا تكابد وتكافح في سبيل أن تثبت حقوق الإسلام تجاوزها قبل 14 قرن. يعني قضية مثلا الملكية، قضية حق العمل، قضية حق الميراث، قضية كثير من القضايا التي ظلت تناضل من أجلها المرأة. يعني مثلا كنت أعجب في 1930 في أمريكا مثلا، كان أهم مطلب عندهم والله قضية التصويت، إن المرأة يجب أن تصوت ويكون لها صوت في الانتخابات. المرأة أن تتحرر من سطوة الرجل وعبودية الرجل، لأنه كان مثلا في أوروبا، كان في ألمانيا تحديدا، كان يتم التعامل مع المرأة بأنها نوع من العبيد، يتم انتقالها، بيعها، شراؤها، كذا إلى وقت قريب. فإذا نحن أمام ما يمكن أن نسميه طبعا بالنسبة لأوروبا، ينظرون إلى التاريخ منذ أثينا وروما ويقفزون مباشرة إلى أوروبا في عصورها الوسطى. هنالك نقطة كما يقول يعني علي عزت بيغوفيتش، يقول هنالك نقطة فاصلة الغرب لا يحاول أن ينظر إليها، وربما لعله مالك بن النبي أيضا يقول هذه الفترة التي ظهر فيها الإسلام وحكم فيها الإسلام البشرية وسادت قيمه، الغرب يحاول هذه كأنما حصلت خارج الأرض لم تحصل داخل الأرض.
فعندما يؤرخون للتاريخ مثلا لقضايا المرأة وقضايا النساء، وعندما يتحدثون عن النسوية تحديدا ومراحل ما مرت عليه النسوية، تلاحظ بأنهم يبدأون مثلا من 3000 سنة قبل الميلاد، وتتطور الحالة إلى القرن ال21، فيذكرون مثلا مراحل، وهذه ممكن نأتي إليها. لكن هم يغفلون هذه الفقرة التاريخية. ولو أنهم درسوا هذه اللحظة التاريخية من عمر البشرية، وهو اللحظة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام لتحرير البشرية ومنها تحرير المرأة مما كانت عليه. وهنا حقيقة المواضيع تطول جدا إذا أردنا أن ننظر إلى كيف استطاع الإسلام أن ينقل المرأة من لحظة كانت تدفن فيها وتقبر حية وتؤد حية وتدفن حية، إلى اللحظة التي كانت تقول مثلا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر تعارضه وتنتقده، وتأتي إحداهن للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله افعل لنا كذا. هذه الحالة على كل للأسف الشديد المنظور الغربي، لأنه ينطلق من مركزية الثقافة الغربية في نظرته للبشرية، فلا ينظر للثقافات الأخرى وإسهامات هذه الثقافات. فعلى كل، فيما يتعلق بالتصور الإسلامي، كرم المرأة من أصل الخلقة، كرم المرأة من حيث التكليف. جعل الله تبارك وتعالى الرجال والنساء مهمتهم في الاستخلاف مهمة واحدة. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فجعل كلا الطرفين يقومون بهذه التكاليف المتعلقة بالاستخلاف والعمران في الأرض. هنالك كثير من الحقوق المدنية التي ظلت تناضل من أجلها المرأة الأوروبية والغربية إلى القرن ال19 والعشرين، تجاوزت هذه المرأة المسلمة منذ سنوات طويلة جدا. ولذلك تلاحظ ليست هنالك ثورات نسائية يعني هل فعلا المرأة في التجربة أو في التاريخ الإسلامي يعني كانت استثناء؟ يعني لماذا لم تكن والله هنالك ثورات على الرجال مثلا في سبيل؟ لا، بعضهم طبعا يحاول أن يصور كأنما المرأة كانت مقموعة ومقهورة ولم تجد حظها. لا، المرأة شعرت بأنه في الإسلام ملكة وأميرة ومتوجة، وهي صاحبة إمكانات وصاحبة أموال. وحقيقة هنالك تفاصيل كثيرة جدا في الأحكام التفصيلية، ربما إن شاء الله إذا تيسر لنا ذلك يمكن أن ننظر كيف أن الإسلام كرم المرأة في إطار التشريع، وخاصة في إطار المعاملات المالية، وفي إطار كذلك التكريم على مستوى الجانب الاجتماعي وطبيعة وضعية المرأة في المجتمع المسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، هل هذا توجيه نبوي أم أنه حكم شرعي، وكيف يؤخذ به؟ الحديث طبعا هنا: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يشير إلى نقطة ضعف بالنسبة للمرأة، ولكن لا يريد أيضا أن يجعل هذه النقطة ليست نقصا في المرأة، باعتبار أنه هي ليست يعني ليس مما اكتسبته هي بنفسها. يعني أنت تعاب في كسبك، إذا قصرت أنت من كسبك تعاب، لكن في الخلق لا أحد يعاب. كون الله خلقك طويل لا نعتبرك والله أنت ما شاء الله خلقت نفسك طويل، أو خلقك الله قصيرا، أو خلق الله بلون معين، أو خلقك في أمة معين، هذه كلها ليست لك فيها شأن، وبالتالي ليس هذه من الأمور التي يمتدح فيها الإنسان. فعلى كل النبي صلى الله عليه وسلم وصاياه بشكل عام لا تخرج من كونها تشريع. كل وصايا النبي صلى الله عليه وسلم تشريعات، ولكن في إطار التشريعات يبقى بعد ذلك تدور مع الأحكام الخمس. هل هذه الوصايا هي واجبة أم أنها مستحبة أم أنها مباحة؟ عندما تكون أمرا، عندما تكون نهيا، إما أن تكون حراما وإما أن تكون مكروهة. فكافة وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاداته عليه الصلاة والسلام من هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي المؤمنين بالنساء. وهنا علينا أن نستحضر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب مجتمعا كان في ذلك الوقت خارج لتوه من الجاهلية. نظرته للمرأة كانت نظرة دونية، تعامله مع المرأة كان مستوحش جدا، كثير من القضايا. على كل كان المجتمع لا ينظر إلى المرأة بالشكل اللائق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وصاياه دائما لصالح المستضعفين. فكان دائما يستوصي بالنساء، يستوصي بالعبيد، يستوصي بالأطفال، يستوصي بالصغار، يستوصي بالضعفة، وهكذا، حتى سميت مثلا سورة النساء التي اشتملت على المستضعفين واشتملت على قيمتين أساسيتين: قيمة الرحمة والعدل، هذه القيم الكبرى، لأنها تناولت قضايا المستضعفين من أطفال ونساء وعجزة وكذا. فهذا على كل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإطار يوصي الرجال حتى لا يذهبوا في اتجاه الشدة والغلظة والإساءة والخشونة وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالوصية. وهنا نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم،
وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كل هذه على كل توجيهات تدل على الناحية الدينية التي ينطلق منها ومركزية الدين في البعد الأخلاقي. النبي صلى الله عليه وسلم يجعل كل هذه تكاليف على الرجال في سبيل أن يكون هنالك يعني إحسان إلى النساء. هذا هنا دعني أقول هنالك أكثر من مستوى في طريقة التعامل في موضوع المرأة في المجتمع المسلم. هنالك بعد أخلاقي قائم على الديانة، بمعنى أن الشخص بغض النظر هنالك سلطة تلاحقك أو لا تلاحقك، لكن أنت تتعامل من ناحية دينية ببعد الإحسان إلى أبعد مدى. جميل. بعد الإحسان إلى أبعد، وبعد المعاشرة بالمعروف إلى أبعد مدى. لكن هل اكتفى الإسلام فقط بالبعد الأخلاقي بحيث والله أنت بعد كده دينك ضعف تفعل ما تشاء؟ لا، هنالك بعد آخر وهو بعد السلطان، وهو التشريعات القائمة على التقنين والتي تلاحقها السلطة وتلاحقها القضاء ويتابعها القضاء. فإذا لم يستطع الإنسان أن يكون والله عنصر الإيمان والوازع الإيماني وازع الضمير الداخلي يستطيع أن يرشد هذا الإنسان، فهنالك بعد آخر وهو بعد السلطان الذي يقيم على هذا الإنسان المعوج ويجعله ملتزما بأحكام الشريعة الإسلامية. طيب، ذكرتم أن التشريعات الغربية كانت تسعى، أو النساء في الغرب كانوا يسعون إلى أخذ حقوقهم التي أتى بها الإسلام منذ سنوات عديدة. كيف ممكن ندخل في تفاصيل هذا؟ ما الضوابط فيما أتى به الإسلام؟ أول دعني أتحدث قليلا عن موضوع النسوية إنجاز التعبير في أوروبا، يعني أو في نعم. النظام الغربي، إلا إذا كان أردت أن تفرد لهذا سؤال آخر يعني. لكن لو جعلنا هذا على كل مدخل فيما يتعلق بالمرأة في أوروبا، المرأة في أوروبا خاصة ظاهرة النسوية التي نسمع عنها في الآونة الأخيرة، عموما الدارسين لهذه الظاهرة يعيدونها إلى القرن، أو دعني أقول 3000 قبل الميلاد، يعني 3000 سنة قبل الميلاد. في روما كانت حصلت هنالك قوانين نزلت من الملك في ذلك الوقت، وكانت تستهدف النساء وتمنع النساء من أن يبيعن مثلا ممتلكات أو أشياء ثمينة من ذهب من فضة من أشياء على كل ذات قيمة. فكان هنالك قانون يمنع النساء من أن يمتلكن هذا النوع منه. فقمنا النساء في ذلك الوقت على كل بتظاهرة، وأغلقنا أبواب المدينة، وعملوا شبه شلل ما نسميه نحن الآن بالإضراب المدني. فكل النساء خرجنا وحاولوا أن يضغطوا على الرجال. فعلى كل كانت هذه الحالة الصراعية، هذه الحالة حالة الصراع بين الرجال والنساء، هي دعني أقول أول تحكم العقل الغربي بشكل كبير، لأن فلسفتهم بشكل عام لا تقوم على فلسفة الشراكة والتعاون بين الرجل والمرأة، ليس على مستوى الرجل والمرأة فقط. دعني أقول الفلسفة الغربية كلها حتى في نظامهم السياسي تقوم على الصراع ما بين معارضة وحكومة، ما بين مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات رسمية، ما بين الرجل والمرأة. هذه الثنائيات للأسف الشديد التي تكرست بشكل كبير في المنظومة الغربية، الصراع الذي مثلا يقوم ما بين الإنسان والطبيعة. ففكرة أو الجرثومة هذه إنجاز التعبير، جرثومة الصراع القائم، الحياة كلها قائمة على هذه الفلسفة. طبعا بالنسبة لنا لا تقوم على كذا، لا تقوم المسألة لا على مستوى الإنسان والطبيعة ولا على مستوى الإنسان والإنسان. يعني لا، الإسلام لا يقوم في فلسفته بين تعامل الإنسان والطبيعة وتعامل الإنسان مع الإنسان على الصراع، ولكن تقوم على فلسفة أخرى، وهي فلسفة التسخير في الطبيعة بالنسبة للإنسان، وفلسفة التعاون ما بين الإنسان والإنسان. هنا لاحظ ستجد أنه لو انطلقنا من هذه الزاوية لا تنشأ حاجة اسمها أنثوية وذكورية، لأن أنت لست في صراع. الله تبارك وتعالى لما خلق الزوجين ما خلقهم ليتصارعوا، خلقهم ليتكاملوا. فشتان بين فلسفة التكامل التي تقوم على التعاون ما بين فلسفة الصراع التي تقوم على انتزاع الحقوق. فهنا رؤية الغرب فيما يتعلق بالحالة هي حالة الصراع، فالمرأة تتصور بأن هذا الرجل مقتصب لكل حقوقها، وبالتالي هي تصارع في سبيل إثبات الحقوق. بالنسبة لنا في التصور الإسلامي ليست كذلك، الرجل والمرأة كلاهما خاضع لقانون من خارج المنظومة، يعني ليست من ذات المنظومة البشرية. نحن نقول قانون متعالي اللي هو القانون الإلهي السماوي الذي لا مصلحة له بالتحيز لا للمرأة ولا للرجل، وبالتالي أحكام الله تبارك وتعالى يخضع لها الرجال ويخضع لها النساء. لاحظ هنا ما بين نظام قائم على أحكام عدلية إلهية محايدة ومن خارج المنظومة، وما بين أحكام ستصدر من خلال الصراع وتوازن القوى. فالنساء إذا احتشدوا طلعوا مظاهرات وعطلوا الحياة العامة ينالوا شيء من الحقوق، ما استطاعوا يفعلوا ذلك القوانين ما بتمشي في صالحهم. إذا من اللحظة التي تحدثت عنها في روما أو في الدولة الرومانية
إلى أن جاء القرن العشرين المرأة ظلت تصارع. صحيح في القرون الوسطى، يعني في القرن السادس عشر والقرن السابع عشر، حاولت أن تظهر بعض الكتابات التي تحاول أن تثير المرأة وتخاطب المرأة بأنه لا بد أن تتحرر، لا بد أن تأخذ حقوقها كذا، ولكن لم يلتفت إليها إلى أن جاءت الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية اللي كانت تعتبر ثورة فعلا تحول كبير جدا، مع ذلك كثورة ما استطاعت أيضا أن تنقل الناس إلى موضوع المساواة الذي نسمعه الآن، ما استطاعت أن تنقل. لكن فتحت الثورة الفرنسية بعدا جديدا في المناقشات، فظلت تتأسس جمعيات نسوية تطالب ببعض الحقوق المعقولة إلى حد كبير. جميل. أنا ذكرت بأنه كان في استعباد وكان في توارث، أنه المرأة تورث وتباع وتشترى وتحرم من العمل، تحرم من التعليم، تحرم أشياء كثير. وهنا لحظة ونحن نتكلم في القرن الثامن عشر، حرمان من التعليم، حرمان من العمل، حرمان من الميراث، بيع وشراء. لك أن ترجع بعد كده في العهد الإسلامي الأول كيف كانت المرأة. لاحظت الفاصل؟ يعني نحن نتكلم عن مرأة ما بين 200-300 سنة، ونرجع إلى 1300 سنة في نفس الوقت. يعني قبل 1000 سنة من هذا التاريخ تعيش جزيرة العرب في منظومة متكاملة فيما يتعلق بهذه الحقوق التي تناضل من أجلها المرأة الأوروبية. على كل وصلنا إلى مرحلة ما بعد الثورة الفرنسية حصل نوع من الحقوق. انتقلت المسألة من أوروبا وبريطانيا، من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إلى أمريكا. في أمريكا نشأت الحالة بتاعت المطالب في ظل مطالبة العبيد بحقوقهم، فظلت المرأة أيضا تتصور بأنه بإمكانها أن تطالب أيضا بحقوقه. نفس المظالم موجودة، فنشأت على كل هنالك أيضا المطالب، إلى أن وصلنا على كل في أواسط القرن العشرين 1930 بدأت لأول مرة تخرج مواثيق متعلقة بحقوق المرأة التي تثبت لها بعض الحقوق الإنسانية. جميل. يعني نحن قبل كم الآن، يعني في حدود 100 سنة أو أقل من 100 سنة كانت الأوضاع بهذا الشكل. ما الذي حصل بعد ذلك؟ للأسف الشديد المرأة في أوروبا نظرا لهذا الصراع الصراع المحتدم بين النساء وبين الرجال، وأحيانا بين النساء أنفسهن، كما حصل في أمريكا مثلا. المرأة البيضاء كانت تطالب بحقوق المرأة، وفجأة وهي تحاول أن تخرج من عنصرية الرجل واحتقار الرجل، هي نفسها وقعت في عنصرية المرأة السوداء، فحصلت مشكلة ما بين النساء البيض والنساء نساء السود. ظللنا النساء السود ينظرن إلى المرأة البيضاء مطالب النساء البيض كلها مطالب للكسب الخاص بالنساء البيض، ولا علاقة لذلك بالنساء السود. فنشأت هنا أيضا إشكالات على كل ما بين الطرفين. أخيرا حقيقة دعني أدخل مباشرة إلى ما وصلت إلى النسوية أخيرا. يعني في البداية يمكن أن نقول كما أن في أوروبا كانت هنالك الكثير من المظالم المتعلقة، مظالم السلطات، مظالم الكهنوت، مظالم الكنيسة، وجاءت العلمانية وإلى حد كبير قفزت بهم إلى الأمام، ثم دخلوا بعد ذلك في متاهات لا نهاية لها. بنفس الطريقة التيار النسوي أيضا في أمريكا وفي أوروبا دخل في القرن العشرين وأواسط القرن العشرين وربما نهايات القرن العشرين، وصلوا إلى الدخول في ما يمكن أن نسميه بالنسوية المتطرفة. النسوية المتطرفة هذه أرادت أن تقفز من فكرة إنه والله التعامل والتكامل ما بين الرجل والمرأة إلى الصراع ما بين الطرفين وإنهاء مفهوم الأسرة. قالوا أصلا فكرة الأسرة هي فكرة دينية، وفكرة تقوم على تسلط المرأة على تسلط الرجل على المرأة. فطالبوا بتدمير وتفكيك البنية الأسرية. ثم ذهبوا أبعد من ذلك وبدأوا يكتبون كتب في إنه والله فكرة المرأة أصلا اللي بتخضع لرجل في الزواج أو ترتبط برجل في الزواج هذه فكرة خاطئة. ما الحل؟ إنه والله يكون هنالك العلاقة المثلية، المرأة ترتبط مع المرأة، ليش ترتبط مع رجل؟ فتشبع غرائزها الخاصة. ولاحظ هنا الآن يعني مهما قيل بأنه والله هذه كلها الآن تطرح في ظل حضارة تتبنى عقلانية، أليس كذلك؟ يقولون بأن هذه حضارة عقلانية، وفي نفس الوقت هذه الحضارة العقلانية يريد أن يفرضوها على الآخرين، فأنت عندما تريد أن تنهي الأسرة وتريد أن تجعل الحالة الفطرية التي ركبها الله في هؤلاء البشر، في أن هنالك ذكر وهنالك أنثى ولا يتم التوالد بين الاثنين واستمرار الحياة والتناسل إلا من خلال الموجب مع السالب، يعني جاز التعبير الذكر مع الأنثى. هم يريدوا أن يلقوا هذه الفكرة، وبالتالي جاءت المثلية اللي تكون والله الرجال يرتبطون زوجيا مع الرجال والنساء يرتبطن أيضا زوجيا مع النساء. هنا طبعا هذه الحالة إلى حد كبير عند الحضارات الأخرى، لما جاءت هذه الأفكار النسوية إلى الحضارات الأخرى
اصطدمت بجدار صلب جدا، وهو أن هنالك أديان وأعراف وتقاليد ومجتمعات وراسخ فيها أفكار ضخمة جدا، ووجدوا بأن هذه المفاهيم التي تم استيرادها واستجلابها من الغرب قد تكون والله اهتمامات المرأة الغربية ومعاناة المرأة الغربية وأنماط المرأة الغربية، ولكن ليس بالضرورة أن تكون هذه هي الأفكار التي تليق مع المرأة مثلا عندنا في الشرق. طيب نستكمل الحديث شيخنا الفاضل مستمعينا الأكارم، ولكن بعد هذا الفاصل. يعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية أمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشارا في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ عدنا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل بعد هذا الفاصل القصير. طيب ذكرتم شيخنا الفاضل أن الحقوق التي تطالب بها النسوية قد أتى بها الإسلام أصلا منذ قديم العصور، ولكن ما طرأ عليهم من تطرف هو المستجد وهو المحرم شرعا. نعم، دعني أقول بأن ما انتهت إليه عموما الآن التيارات النسوية في العالم 3 اتجاهات. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي يسمى بالنسوية التحررية. هذه ترى بأن والله ما تسعى إليه هو المساواة الكاملة بين الرجال والنساء على مستوى مؤسسات الدولة، وبالتالي تسعى إلى العمل من داخل منظومة الدولة في التقنين والتشريع وإتاحة الفرص
وبحيث يتيسر لها تماما المرأة أن تعمل ضمن منظومة الدولة بعيدا عن أي شكل من أشكال تقويض الدولة وتقويض السلطة. هذه على كل مشت لفترة طويلة جدا إلى بدايات القرن العشرين. نشأت بعد ذلك العلمانية النسوية المتطرفة. النسوية المتطرفة ذهبت لدرجة فكرة تقويض السلطة، بل بعضهن كتبنا حول أنه لماذا نحن أصلا نقوم بتقديم مطالب للسلطة. لا، يجب أن نثبت قوتنا، نفرض عضلاتنا، نثبت شخصيتنا، ونقول بأن لسنا أقل من إيه؟ لسنا أقل من الرجال كده يعني. نعم. الجانب الفيزيائي يجب أن يظهر أنه نحن والله أقوياء، نحن شخصيات قوية بارز، يجب أن لا نطلب، لا نقوض هذا الوضع، وبل نقوض البنية اللي أصلا نحن مسببة لنا هذا الإشكال. بنية الدولة في نظرهم بنية طبقية، بنية الأسرة بنية طبقية، بنية دينية، وبالتالي ذهبت هذه الحالة إلى النمط المتطرف الذي يريد أن يغير كل ما يتعلق بالثوابت الاجتماعية التي سادت لفترات طويلة جدا، بل جزء منها ثوابت هي طبيعية ولا يمكن أصلا تجاوزها، وهي الفروق الفيزيائية ما بين النساء والرجال. نعم. الاتجاه الثالث هو الاتجاه الذي يمكن أن نسميه بالنسوية الاختلافية، وهذا تيار أيضا الآن موجود، وهذا التيار يقول والله قفزنا على قضية الاختلاف بين الرجال والنساء سيصف في تدميرنا نحن، أن الرجال عندما يرفع يدهم عننا ويتكلم عن أنه خلاص فلتكن القضية مساواة كاملة ويطحنوننا طحنا في هذه الحياة التي لا رحمة فيها، ليس هذا من صالحنا. نحن من مصلحتنا أن نقر بالاختلافات الموجودة. هنالك اختلافات بنيوية، هنالك اختلافات نفسية، هنالك اختلافات في طبيعة البنية، وبالتالي من مصلحتنا كنساء أن نعترف بهذا الاختلاف، ثم تبنى التشريعات بناء على هذا الاختلاف. وللأسف الشديد طبعا في ظل الزخم الحاصل الآن الذي تتبناه الآن الأمم المتحدة، هذا التيار لا يظهر كثيرا، وربما لو ظهر أنا في تقديري وقوي وتعزز يمكن أن يحدث كثير من أو يوقف هذه الهجمة عموما التي نراها الآن فيما يتعلق بالنسوية المتطرفة التي ذهبت إلى اتجاه الآن تقنين المثلية ومحاولة الاستفادة من قوانين الأمم المتحدة ومحاولة فرض هذه الأمور، وزعمهم بأن هذا هو الوضع الطبيعي والعقلاني، وكل ما عدا ذلك من الحضارات والقيم والتشريعات والأديان هذا غير عقلاني. لاحظ هنا تبدأ حتى عملية اختزال المشهد العقلاني نحو طرف واحد، وهو الطرف الطرف هذا المتطرف وليس الطرف المعتدل. على كل، فيما يتعلق بالبنية الإسلامية جاءت عموما لمراعاة هذه الاختلافات، فتقر بالتكريم، أنا كما ذكرت بالتكريم للمرأة، أنها كائن مكرم وليس كائن مدنس، بأنه كائن مكلف وليس كائنا مبعد ومقصى في الحياة، أنه كائن مسؤول عند الله تبارك وتعالى، كائن له من الحقوق الكثير جدا، بل في بعض القضايا قد تكون المرأة في بعض الحقوق تتفوق على حقوق الرجال، لأن الأحكام التشريعية تذهب إلى أنها يخشى من سطوة الرجال عليها، فتضع لها من الضمانات التشريعية ما لا يجعل هذه السطوة كثير، خاصة تظهر هذه في موضوع المواريث. تجد أنه والله ما يتعلق بالمواريث أكثر أصحاب الفروض ستلاحظ بأنهم من النساء، حتى لا يسطو الأقوياء على حقوق النساء فيما يتعلق بمسألة الأموال. طيب على بشكل مختصر لو تعيد ذكر الاتجاهات النسوية الثلاثة. الاتجاهات النسوية الثلاثة: الاتجاه التحرري، أيوة، نعم. والاتجاه المتطرف أو النسوية المتطرفة، النسوية المتحررة، النسوية الاختلافية، وبعضهم يسميها النسوية الثقافية. النسوية الاختلافية هي الأقرب للشريعة، هي على كل الأقرب لو أنها انضبطت أيضا بمنظومة التشريع الإسلامي. لكن دعني أقول بأن هذا النمط كله إشكالية هذه القضايا التي ذكرناها باختصار يمكن أن أقول بأنها أولا تنطلق من منطلقات عنصرية، وأنا أعجب حقيقة كيف أن الحضارة الغربية السائدة الآن تتكلم عن العنصرية وتجرم العنصرية، ولكن لا ينظرون إلى الحركة النسوية باعتبارها حركة عنصرية أيضا. يعني فقط العنصرية هل بين الأسود والأبيض، بين الضعيف والفقير، هل فقط هذه هي العنصرية؟ لما يقوم والله نوع من الأنواع ويحاول أن يحتشد لوحده ولممارسة على كل صراع مع أطراف أخرى، كان ينبغي أن لا تأخذ طابع صراعي بقدر ما تأخذ طابع تكافؤ. فعلى كل هي ضعف عنصرية، وكان يمكن أيضا معالجة كل الملفات التي يتكلمون عنها في ملفات النسوية، مثلا ضمن منظومة حقوق الإنسان، فيتعامل مع الطرفين باعتبارهم إيه؟ تراهم كإنسان وكائن حي. فما الذي يجعل المرأة تتفرد؟ هذا سؤال كبير جدا، يعني ما يجب أن لا يمر هكذا. ألا تكفي وثيقة حقوق الإنسان لتثبيت الحقوق للطرفين؟
كي لا يعدو أحدهما على الآخر. أنا الآن أتكلم فقط على منظومتهم وليس في منظورنا فقط. أنت الآن بتقول والله عندك وثيقة حقوق الإنسان. الإنسان ألا يشمل الذكر والأنثى؟ نعم. ألا يشمل موضوع المساواة؟ ألا يشمل موضوع فرص العمل؟ ألا يشمل موضوع هذه كلها قضايا على كل كان يمكن في تقديرها. وهذا يجعلنا نتساءل، هل هذه الدعوات دعوات بريئة أصلا؟ أم أنها دعوات من ورائها أيضا أغراض كثيرة؟ الأمر الثاني، نلاحظ بأن هذه الدعوة النسوية نابعة أيضا من طبيعة مشكلات الحضارة الغربية، وليست نابعة من مشكلات طبيعة المرأة في العالم الإسلامي. يعني الآن لو جئت إلى المرأة في بلداننا، مرأة مثلا، دعني أقول مرأة في إريتريا، هل المرأة في إريتريا الآن مشكلاتها هي نفس مشكلات المرأة في سويسرا، ولا مشكلات المرأة في لندن، ولا في بريطانيا مثلا، ولا مشكلات المرأة في أمريكا؟ لا، لها مشكلاتها. نعم. لماذا لا تكون هنالك والله حركات نسوية في مجتمعاتنا تعالج مشكلات المرأة على مستوى البلدان؟ لماذا والله يتم مثلا محاولات تصدير المثلية في مجتمعات هي فاقدة حق الحياة؟ حق الحياة نفسه غير متاح، حق تمتع المرأة ببيت مستقر غير متاح، حق المرأة في أن والله أولادها يعيشوا معها غير متاح. إذا نحن نعاني حقيقة من اختطاف العقول لما نلاحظ ما تقوم به الآن المنظومة الغربية في محاولات تصدير مشكلاتها للعالم. يعني كما قال بعض الإخوة إن والله تجد أن المرأة في بلداننا محتاجة إلى الأكل والشراب والصحة وإلى المستشفى الذي تستطيع أن تنجب فيه بشكل صحيح وتخرج فيه سالمة، وإذا هم يتكلمون عن رفاهية بعيدة جدا عما ما نعانيه. النقطة أيضا الثالثة من ملاحظتنا في موضوع النسوية، تخلق حالة من الصراع ما بين الرجال والنساء. هذه الحالة من الصراع حتى هذه اللحظة لم يبرز هنالك تيارا ذكوريا متطرفا ضد الحالة الأنثوية، لكن لو أن الحالة بلغت مداها وبدأت تجاوزنا مرحلة المطالبة بالحقوق العادية إلى مرحلة السطو على الرجال ومحاولة فرض الإرادة النسوية على الرجال، هنا حتما لكل فعل رد فعل. فالرجال أيضا قد يذهبون في اتجاه آخر، وبعض الناس الآن يقول لك والله خلاص نحن خلونا مع المساواة. لا بس قد تقول مرة إذا كانت في سبيل نصرتي لحقوقي لا بأس بالصراع. هي على كل، أنا قلت لك جزئية الصراع نفسها نابعة أصلا من فلسفة غربية. نعم. نحن بالنسبة لنا الحقوق ليست محل صراع. يعني لا الرجال يستطيع أن يمنحوا النساء حقوق، ولا النساء يستطيعن أن ينتزعن من الرجال حقوق حسب تصورنا نحن. هنالك كتاب هادي وشريعة هادية، الرجال يلتزموا بها والنساء يلتزموا بها. ولذلك كثيرا ما أقول أنا في بعض الجلسات التي تكون فيها مناقشات حول قضايا حقوق المرأة ومن النساء وكذا، والرجال يقول نعمل ليهم نسوي ليهم، أقول من أنتم؟ يعني حتى أنت تمنح، أنت لست أصلا في وضعية تمنح المرأة حق أو تمنعها حق. هذا الحق إما أن يمنحها له الشارع أو يمنعها منه الشارع. لاحظنا؟ نعم. فهنا نخرج من دائرة السيادة والأرباب، إن الرجل ليس سيدا في التشريع على المرأة، والمرأة أيضا ليست هي التي تنتزع من الرجل حق اغتصبه، لا، هي إذا كان هنالك انحراف في ممارسة الحقوق بالنسبة للرجال، من حق النساء المطالبة بحقوقهم الشرعية. نعم. هذا من حقهم أن يجاهدوا فيه، ما في إشكال. لكن إذا كان والله أنت تتجاوز هذه القضايا إلى أمور أخرى، تخرج تماما عن دائرة حتى مش الشريعة، تخرج عن دائرة الفطرة، هنا سنجد أنفسنا فعلا لكل فعل رد فعل. أي على كل، أخيرا نلاحظ بأن كل هذه الصراعات الأنثوية تخوض فيها المرأة صراعها في إطار دوائر الأهواء ودوائر الشهوات والشبهات، وهي غير منضبطة فيها للأسف الشديد، لا بمعيار عقلي ولا بمعيار شرعي، بقدر ما هي المعيار الذي يحركها معيار، جزء منه معيار نفسي، جزء منها معيار انتقامي، جزء منها مشكلات اجتماعية على كل مرت بها. وبالتالي هذا التراكم الهائل النفسي الاجتماعي العقلي الذي تمر به بعض النساء يتحول إلى نوع من الثورات اللي في نهاية المطاف تطيح ربما بالكيان البشري كله إذا لم يتم تدارك هذا النوع من التصرفات. طيب، لعل الحرية هي أكبر قيمة تناضل عنها النسويات ويسعون لتحقيقها. تأثر كثير من الشابات في هذا جعل أنهم يعتقدون أن الحرية مطلقة لها كامل الصلاحيات في نزع الحجاب مثلا أو في غيرها من الأمور التي لا تلتفت فيها لا إلى العرف ولا إلى العادات والتقاليد ولا إلى الضوابط الدينية. فهل هذا الفكر هو الفكر السليم اللي يسعون من خلاله الوصول إلى الحرية أم لا شيخنا؟ على كل هذا يعود إلى ما تؤمن به المرأة وفلسفتها في الحياة. يعني إذا كانت امرأة تنظر إلى أن والله هي في هذه الحياة لها غاية، وفي هذه الحياة عندها مهمة وعندها رسالة،
هذه الرسالة مضبوطة بمنهج واضح من الله تبارك وتعالى. هذا خط. الخط الآخر هو الخط الذي يطلق في الفلسفات الغربية بالربوبيين. الربوبيين يعتقدون أن الله موجود، وكما أن الله تبارك وتعالى خلق الكون، يقول لك وهذا الكون، وهذه متبنية كان أرسطو يقول خلق الله الكون ثم تركه بعد ذلك يعمل كما شاء، فلا يتدخل الإله بعد ذلك في الكون. نفس الطريقة الإله كذلك خلق الناس وتركهم كما ترك الكون، فلا يتدخل في شؤونهم. من ينطلق بطبيعة الحال من هذا المنظور، سواء كان من المسلمين المنتسبون للإسلام أو غيرهم من أهل الملل الأخرى، فإن هؤلاء بطبيعة الحال سيتصورون بأنهم من حقهم أن يرسموا حياتهم كما شاءوا. تصور الإسلام لا يقوم على ذلك، يقوم على فكرة أن هذا الإنسان مستخلف، وأنه مستعمر في الأرض، وأن استخلافه واستعماره وتمكينه وتسخير الكون له في هذه الحياة لرسالة وضعها الله تبارك وتعالى، وأنت في هذا الاستخلاف ما عليك إلا أن تعمل بمنهاج الله. فالمرأة التي آمنت بهذا التصور نقول لها أنت حريتك مقيدة بهذا الكتاب وما فيه من أحكام. ولذلك المرأة المسلمة يعاب عليها جدا أن تقول لك والله أنا حرة فيما ألبس، أنا حرة فيما أفعل. هذه الكلمات للأسف الشديد التي ورثناها من كثير من الغزو الحاصل علينا من الخارج. المرأة المسلمة في نهاية المطاف هي امرأة مقيدة بإرادتها. أنا ذكرت في الحلقات الماضية مخيرة بإرادتها واختيارها لشرع الله تبارك وتعالى، كما قال الإمام الشاطبي بأن جاءت الشريعة لإخراج المكلف من دائرة هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. إذا أنت أردت أن تجمع بين العبودية الاضطرارية اللي كلنا نحن فيها عبيد الله، لا، أردت أن تنتقل أيضا في حياتك الخاصة ضمن المشيئة التي منحك الله إياه، أردت أن تقول يا ربي مشيئتي أريد أن أجعلها ضمن مرادك ومشيئتك الشرعية وليست الكونية، المشيئة الإلهية الشرعية. نحن ملتزمون بهذا الخط. فالمرأة المسلمة تنظر إلى أن موضوع الحرية عندها مساحات منحتها الشريعة فيها الحرية. يعني مثلا نحن عندنا واجب، وعندنا محرم، وعندنا مستحب، وعندنا مكروه، وعندنا مباح. دائرة الحرية إن كانت ضمن هذه المباحات نقول لها افعلي ما شئت، إذا كانت ضمن المباحات. إن كانت ضمن الواجبات فهي ملتزمة بواجب، إن كانت ضمن المستحبات فهي ملتزمة بمستحب فعله أفضل من تركه. إن كانت في دائرة الممنوعات نظرنا إليها هي منعا قطعيا باتا فهي محرم، نقول لها لا تقتربي منه. إن كانت يعني تركه أولى من فعله وفعله لا يأثم عليه فهي مكروه. لاحظت هذه الأربعة. ثم الخامسة هي دائرة المساحة الواسعة عموما في الشريعة، وهي فإذا كان المرأة تطالب بحريتها ضمن هذا التشريع وضمن هذه المساحات فلا تمنع من حقها في الحرية الشرعية التي منحها الله تبارك وتعالى. إذا أرادت أن تقوض فكرة التشريع وفكرة الأوامر وفكرة النواهي ولا تريد أن تتقبل أصلا أي أمر من الله تبارك وتعالى وشرعه ورسالته، فهذه بطبيعة الحال حكمها خارج يعني هي خارجة عن مسمى الإسلام، وبالتالي هي على كل تتحمل قدرها وتتحمل موقفها ومسؤوليتها يوم القيامة عند الله. جميل. وهل تمكين المرأة وفق الضوابط اللازمة أو وفق المباحات يعد من النهوض بالأمم؟ نحن الآن أمام 3 اتجاهات دعني أقول في موضوع تمكين المرأة وطريقة التعامل مع المرأة. التيار الأول هو التيار الحداثي العلماني الذي يريد أن يتعامل مع المرأة كسلعة. هذه الإشكالية. يعني في حقيقة الأمر كل ما نراه هي محاولة تسليع المرأة وجعلها شيء من الأشياء. فتجد في نهاية المطاف هو يتكلم لك عن حرية المرأة وقضية، لكن في النهاية ما الذي يريد له هذه الحرية؟ هو يريدها عارية، يريدها أن يستمتع بالنظر إليها، يريدها أن يستلذ بهذا الشيء الذي أمامه قد تكشف. في النهاية يستخدمها وين؟ يستخدمها في الدعايات. لاحظت؟ يستخدمها في التلفزيون إنه والله يجيبها وهي معها الطيب وهي معها كذا وهي، فحولها إلى إيه في نهاية المطاف؟ هذه الحرية نفسها حولها إلى شيء. لاحظت؟ حولها إلى شيء، فجعل جسد المرأة ساحة للعرض، ساحة لعرض بضاعته، ساحة لعرض مواقفه، ساحة لعرض دعايته. ففي النهاية حولناها من إنسان مكرم إلى حالة إيه؟ حالة شيء من الأشياء نحن نستمتع فقط بما نراه من جسده. هذا اتجاه اللي هو الاتجاه الذي يعمل على تسليع المرأة وجعلها شيء من الأشياء وتحويلها من دائرة الكرامة الإنسانية إلى دائرة عالم الأشياء. الاتجاه الثاني هو الاتجاه التقليدي الذي للأسف الشديد قد يكون جزء منه يحاول أن يستند إلى الشريعة، يقول لك والله هذا هو الدين وهذه هي الشريعة، وهي في حقيقتها عبارة عن عادات، عبارة عن تقاليد، عبارة عن مجتمع ذكوري يتسلط على المرأة.
ونشأت نتيجة هذا الوضع منظومة من القيم الاجتماعية، فهو يتصور بأنه يعامل المرأة بالدين، وفي حقيقة الأمر لا علاقة لتصرفاته بالدين للأسف الشديد. وهذا يسود في مجتمعاتنا كثيرا، بمعنى كثير من العادات وكثير من التقاليد التي تخرج المرأة أحيانا من دائرة الكرامة الإنسانية إلى أن تجعلها مستعبدة بشكل أو آخر عند الرجل. هذا تيار من التيارات، وهو التيار الذي أسميه بالتيار التقليدي. فنحن لا نريد أن نكون مع التيار الذي المتفلت الذي يعمل على تسليع المرأة، ولا نريد أن نكون مع التيار التقليدي الذي أيضا يحول المرأة بشكل أو آخر إلى أن ينزع منها كرامتها ويحولها بدل أن تكون أمة لله يحولها أن تكون أمة وخادمة تحت الرجل بشكل من الأشكال. التيار الثالث هو ما نسميه تيار الملتزم بحقائق الوحي وتشريعات الإسلام، وهو أنه ينظر إلى النقاط التي ذكرتها في بداية الأمر، بأن هذه المرأة عبارة عن كائن مكرم وكائن مكلف وكائن مستخلف وملتزم بأحكام الشريعة، وهو في نهاية المطاف من عمل منكم من ذكر أو يعني من عمل الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أيا كان ذكرا كان أو أنثى عمل الصالحات وآمن بالله فإنه يكون عند الله تبارك وتعالى من المكافئين يوم القيامة بالجنة، ومن كان قد فرط في ذلك والعياذ بالله أيضا له المسؤولية في الآخرة إلى الخط الآخر وهو النار. إذا نحن في موضوع التكاليف الشرعية علينا الالتزام بهذه الأمور، وهو التيار الثالث الذي ننادي به. فلا نحن نستطيع أن نقيد المرأة في اتجاه أعطاها الشارع فيه أن تتحرك، ولا أيضا من حقنا أن نسمح لها بالحركة في اتجاه أراد الله تبارك وتعالى أن تقف في حد معين. هذه تقريبا هي الصورة التي افترض التعامل بها. جميل. بعد الحديث عن تمكين المرأة، ماذا عن تمكين المرأة للأجيال، كونها كأم أو أخت أو زوجة تتمتع بقدرات عالية في التربية وما إلى ذلك؟ فهل نستطيع القول أنه يجب عليها تحمل هذا الهم، أو أنها تكون مشاركة فيه كافي لها؟ بس قبل ما أتجاوز النقطة الأولى، في نقطة مهمة جدا في موضوع تمكين المرأة. تمكين المرأة هنالك قضايا حقيقة الشريعة مكنت المرأة فيها منذ البداية، منذ اللحظة الأولى دي. يعني كل ما يتعلق بتمكين المرأة في قضايا مثلا الشؤون المتعلقة بالأموال، يعني الإسلام ما حجرت على المرأة يوم من الأيام في أنها والله تكون مالكة للمال، وأن تكون ناقلة للمال، وأن تكون عندها من الميراث نصيبها، وأن تستطيع أن تتاجر في أموالها، وأن تفعل في أموالها بالشكل الذي أباحه الله تبارك وتعالى. هذه كلها يسمى تمكين المرأة فيما يتعلق بحقوقها الخاصة، ما نسميه نحن الحقوق المدنية. هنالك حقوق أيضا مدنية واقتصادية على كل. هنالك ما يتعلق بالحقوق السياسية للمرأة. الإسلام أيضا أعطى هذه المرأة حقها في الشورى، حقها في المشاركة، حقها في أن تكون آمرة بالمعروف، حقها في أن تكون ناهية عن المنكر، حقها في قضايا التعليم، حقها في أن تكون معلمة، حقها في أن تكون موظفة. هذه كلها إذا كان انضبطت فيها المرأة بالضوابط الشرعية، وهي باختصار شديد جدا أن تلتزم عند خروجها ودخولها مثلا بالضوابط الشرعية في اللباس، وأن تراعي مسألة الاحتشام عند اختلاطها مع الرجال، وألا تكون هنالك في مساحات تكون فيها مخالفات شرعية كالخلوة بينها وبين الرجال، لكن إذا استطاعت أن تلتزم بالضوابط في اللباس والاحتكاك مع الآخرين والتزمت بأوامر الله تبارك وتعالى في هذا الاتجاه، فإنها تستطيع أن تكون فعلا ممكنة في كثير من الساحات. هذه النقطة مهمة جدا إن شاء الله لا بد أن نلتفت إليها، وخصوصا فيما يتعلق بالتمكين العام. هذه تحتاج على كل إلى نقاش طويل، وهو أن المرأة ودورها في الحياة العامة، هل والله فعلا الحياة العامة هي متاحة فقط للرجال، أم أن النساء أيضا لهن في هذا المجال حظ من المشاركة وحظ. وعلى كل قضايا الأمر بالمعروف من الشأن العام، قضايا الشورى من الشأن العام، قضايا المشاركة في ولايات تليق بالمرأة هذه من الشأن العام. كل ذلك يمكن أن يكون إن شاء الله مما تمكن فيه المرأة ويسمح لها فيه من الناحية الشرعية. يعني قضية أن المرأة مثلا تختار من يمثلها، أن تكون المرأة مثلا تختار من يعبر عنها في البرلمان، أن تكون مثلا من الذين يشاركون في العمل السياسي، هذا كله ليس فيه إن شاء الله حرج. شاكرين لك هذا التقديم وهذا الحضور شيخنا الفاضل. وختاما مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل في كل مكان، المرأة جزء مهم من تمكين هذا المجتمع ومن صناعة الأجيال، فهي أخت وزوجة وأم، والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. الأم روض إن تعهده الحيا بالري أورق أي ماء راقي. انتظرونا في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله.